بصوا هنا حطيت الزبدة على النار. قلت اعمل لهم طبق شعرية كده بالزبيب، بس بصراحة كان طعمه خطير. حطيت حبة زيت كده على حتة زبدة، قوام كده قوام، وحمرت الشعرية كده زي ما انتم شايفين. هخليها تاخد اللون الحلو ده، وبعد كده بس اخليها تاخد لون اغمق شوية، وبعد كده حمرت البصلة بقى في حاجة تانية. دبلتها بس كده، دبلت كده حتة بصلة زي ما انتم شايفين، بصلة صغننة، وكده هو اللون الشعرية الجميل الخطير ده. حطيت عليه بقى البصلة اللي انا حمرتها كده، وقلبتهم في بعض، وابتدي بقى احط المكعب والفلفل. طبعا مش هحط ملح عشان انا حاطه مكعب، وزي ما تحبي بقى عايزه شوربه براحتك. وهحط الميه كده زي ما انتم شايفين، ملح وفلفل وورق لورا بس، وشكرا على كده، او المكعب. هسيبهم بقى كده مع بعضهم. حطيت الشياطه كده وسبتها بقى تستوي براحتها. اول ما اتشربت كده رحت حاطه حبه الزبيب كده زي ما انتم شايفين. طبق شعريه بالزبيب خطير. ممكن تعملي طاجن بقى في الفرن براحتك، انا عملته على البوتاجاز كده قوام قوام. بصوا المنظر التحفه ده، وريحته جميله وخطيره. شايفين الجمال؟ هغرف بقى في الطبق كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده الشعريه، وادي الزبيب اهو اللي احنا حطيناه جوه الشعريه. طعمها بقى خطير. بصوا المنظر الجميل، تحفه. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. هقول لكم ايه، باي باي. باي باي.